لساتك بتطبل على البطيخة مشان تعرف إذا البطيخة حمرا وحلوة ولا لأ. خليني أساعدك وأخليك تقرر لما تكون واقف قدام بسطة البطيخ أي بطيخة تختار. بدي تتبع معي بهاي الثلاث أشياء. أول إشي شكل البطيخة. شكل البطيخة لازم يكون مدور، ما لازم يكون بالطول زي حبة اللوز. لازم يكون مدور زي الشكل اللي انتو شايفينه هون، مدور. البطيخ اللي بالطول ممكن يكون لونه أحمر بس راح يكون ووتري، يعني راح يكون فيه كتير مي وما راح يكون كتير حلو. هذا الشكل ما بدنا إياه اللي بالطول. بدنا دائما نختار الشكل اللي مدور مو البيضاوي. تاني إشي وأهم إشي الخطوط هاي المرسومة على البطيخ. اي نعم حلوة بس هاي بتميز البطيخة هل هي حمراء ام على بياض جاي من جوا. فلازم ننتبه لهاي الخطوط، لازم الخطوط تكون قريبة من بعض مثل هذا الشكل. هذا الشكل اذا زي ما احنا شايفين الخطوط تبعته بعيدة كثير بعيدة عن بعض. هذا الشكل احنا ما بدنا اياه. دير بالك الشكل اللي بكون خطوطه كتير بعاد هاي بطيخة لساتها شوي مش ناضجة. لهيك نختار الخطوط القريبة على بعض. ثالث اشي واهم اشي اللون، لون البقعة. هلا في بطيخ ما عليه الوان بس يفضل لما تشتري بطيخة فيها بقعة مثل هيك. بدنا اياها تكون لونها صفرة مثل هاي بالضبط، اللون الاصفر. ما بدي اياها تكون رايحة على بياض، بدي اياها اصفر زي هذا الشكل. هذا الشكل الثالث زي ما انتم شايفين على بياض رايح، ما بدنا اياه. فاحنا بالتالي بدنا البطيخة اللي لون بقعتها صفرة، مو اللي بقعتها بيضة. كمثال هاي البطيخة فيها كل المميزات، الخطوط تبعتها قريبة من بعض، البقعة تبعتها لونها صفرة فاتح وبقعتها كبيرة ما شاء الله، وشكلها مدور. هاي البطيخة اللي راح تكون عندي حمرة وحلوة وميتها خفيفة. راح ناخدها معي على البيت عشان نشوف هل هذا الكلام صح ولا كلياته كلام وحكي فاضي، ونرجع للتطبيل على البطيخ. انا بالنسبة الي بحكي لك جرب هاي الثلاث خطوات وما راح تندم. راح ناخدها على البيت هلا ونفتحها ونشوف كيف لون. بعد ما غسلناها بمي باردة وحطيناها بالثلاجة لمدة ساعتين بدنا نفتحها لحتى نشوف اللون. هون هي لحظة الحقيقة. ركز معي يا عزيزي وشوف كيف لونها. بدي اياك تسمع حتى صوت التكسير تبع القشر تبعها عم تتكسر تكسر، وريحتها اول ما انفتحت ولونها الجميل. شوف لي قديش البذر خفيف، شوف لي كيف المي خفيفة عليها، شوف لي اللون الاحمر الجميل. المرة الجاية اللي بدك تشتري فيها بطيخة جرب هاي الثلاث خطوات. في خطوة رابعة الا وهي تتفرج على القمع، اذا كان ناشف او اخضر. اذا كان ناشف معناته البطيخة ممتازة، هذا بكون النقطة الرابعة، وبتكون هيك اخترت بطيخة فوق الممتاز. وهيك بنقدر نحكي على السكين يا بطيخ. شوف انه ما في بذر بالوسط، البذر بس على الحواف. شوف بس اشيل القطعة اللي اكيد انا راح اكلها. واكيد اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وانا خليني اروح اكل البطيخة الحمراء.